السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم؟ عاملين ايه؟ طبعا كل سنة وانتم طيبين. رمضان كريم عليكم، يا رب يبقى رمضان خير وجميل علينا كلنا. طبعا رمضان بيجي بفرحته وبالزينة بتاعته، ودايما كل رمضان بنجيب زينة ونعلقها عشان نحس كده بالبهجة. هو طبعا بيجي ببهجته. فانا علقت زينة رمضان، خلاص رمضان داخل علينا ان شاء الله. فعملت بقى الزينة، افرجكم بقى انا عملت ايه. زي ما انتوا شايفين كده انا جايبة الستارة دي ومعلقاها كده على الحيطة، وجايبين بقى الحاجات المثلثة دي ومعلقينها على النجف. طبعا حاجات كده يا جماعة بسيطة بس بتعمل بهجة وطبعا ما يخلاش رمضان من غير بوجي وطمطم وبكار وفنانيس. جبنا بقى الفرع الفرع بتاع بوجي وطمطم وعلقناه. وطبعا كيلولة جابت طماطم، وجابت مرات دياستي بسنت، اهي بتقول لكم بسنت وبكار. طبعا ايه هي قالت لنا انا يا مامي انا عايزه احطه في النجفه، علقته طبعا في النجفه من غير ما اتكلم طبعا. طبعا شكلهم جميل وفي احجام بقى، يعني ده الحجم الصغير بتاعهم، بيبقى فيه احجام اكبر من كده. ودي بقى الستارة تانية كده كبيرة عليها بقى الشخصيات بتاعت فؤاد المهندس وسمير غانم وبوجي وطمطم. علقناها بقى ورا الكنبة. كان في شوية بالونات بقى حطيناها جنبها. والفروع اللي هي الخيامية بتاعت رمضان ليها أشكال بقى كتير مختلفة، ده شكل تاني بقى منها. وبرضو في شكل تالت اللي هو الخيامية اللي لونه أحمر وأزرق. طبعا احنا بنرضي كل الأذواق، وطبعا بيبقى عندنا حاجات من رمضانات اللي فاتت فاحنا بنحطها بقى مع الحاجات الجديدة. فدي بقى ايه المخزون بقى اللي معانا من رمضان اللي فات ورمضان الجديد. ده بقى شكل تالت خالص حاطينه بقى على السفرة. في برضو شخصيات بوجي وطمطم وشكشك وبكار. بجد الحاجات دي يعني بسيطة وأسعارها جميلة، بس بتدي كده بهجة وروحانيات رمضان. فيعني لا يعني حاجات فعلا حلوة. طبعا بقى الفانوس ده أساس رمضان. زي ما انتوا شايفين كده الفانوس ده عزيز عليا قوي، ده كان بتاع والدي الله يرحمه، هو اللي كان عامله بإيده. فهو فانوس غالي قوي عليا. طبعا بنطلعه كل رمضان، يا ريت بقى تدعوله وتقروا له الفاتحة. ومعانا عربية الفول بننورها. بص بقى لما بننورها طبعا بقى لما بنضلم النور بتبان اكتر. بصوا بتبقى عاملة ازاي، انا خففت بس الاضاءة شوية، يعني
يعني تفاصيلها وشكلها مبهج قوي يعني. قدرة الفول والراجل بتاع الفول. عجبني قوي الفكرة بتاعته ان هو يعني حاجة كده صغننة بتتحط في مكان مربع. وبرضه كان في رجل الكنافة. بس انا حبيت رجل الفول اكتر. في طبعا شخصيات كتير قوي موجودة واشكال كتير. وهي ايه بتنور كده. انتي ممكن الشرايط دي او الحاجات دي بتتباع بقى لوحدها، فانتي بتحطيها على اي مكان. ممكن تحطيها بقى على الفانوس، تحطيها على الشرايط دي وتعلقيها. طبعا انا جايبة اكتر من واحد بس لسه ما علقتهوش. ومعانا هنا برضو التابلو ده بتاع ابوي وطنطا. عجبني برضو ان هي خامته من الخشب. وممكن برضو تستخدميه يعني هي تنفع كلوحة، وهي عشان ليها زوايا كده ممكن كصينية تقدمي فيها برضو العصاير او اي حاجة في رمضان هتبقى حلوة قوي. طبعا بقى معانا الفانوس. الفانوس اللي بينور وبيلف ده بيعمل اصوات، كذا صوت. وده كمان معانا فنانيس، شخصية من شخصية فنانيس برضو بينور وبيلف. بس ايه طبعا الاولاد شوفوا شغال ولا لأ. زي ما انتوا عارفين بقى بيبقوا فرحانين بالحاجة فبيقعدوا يشغلوها لحد ما تفصل. هجيب لها بقى بطاريات جديدة. والفانوس المادية الصغنن ده برضو جميل. ومعانا الترمس. طبعا ده بيبقى موجود كده على السفرة لما بنقدم الشاي والقطايف والكنافة بيبقى عندنا ضيوف، او حتى لينا احنا شخصيا. يعني مش شرط يبقى عندنا ضيوف عشان نستخدم الحاجات دي يا جماعة، لا يعني احنا نبقى عاملين بهجة كده وفرحة مع نفسنا في البيت فبستخدم الحاجات دي. يعني كنت الاول انا ما بطلعش الكوبايات والحاجات بتاعتي غير لما يبقى عندنا ضيوف. دلوقتي لا، بقيت بستخدم بقى كل حاجة. صينية رمضان والشنطة بتاعت المعالق والحاجات دي بقيت انا استخدمها شخصيا، كنتش بطلعها غير للضيوف بس. فهي بقى حاجات كده بسيطة بنعلقها بقى وبنفرح بيها. انا طبعا يعني عايزة اقول لكم فرحتي وانا بعمل ديكورات رمضان دي كأني طفلة صغيرة زي الاطفال بالظبط. وبرضو في المخدات اللي هي بيبقى فيها حاجات رمضانية كده، هي بتتباع كده لوحدها، تتحط بقى ككفر للمخدات. كنت جايبة الواحدة ب20 جنيه، فجبت كذا شكل بس ده الشكلين بقى اللي معايا دلوقتي. هي ليها سوستة كده بتتفك وبتدخل جواها بقى المخدة زي ما انتوا شايفين، بتبقى مخدة كده عادية وبدخل فيها الكفر ده فبيبقى الشكل ده. انا بس عملت المخدتين دول، فاضل لي بقى الباقي هبقى اعملها. بس حاجات كده بسيطة بتعمل شكل وحاجات كده يعني فرحة وبهجة جميلة قوي بصراحة. كانت يعني سعرها جميل، يعني كانت اسعارها معقولة وحلوة. فهي بقى حاجات كده
اسعارها واشكالها رهيبة. بصوا برضو ده في بكار والهلال، وفي الشخصية دي برضو، ودي بسنت، وده دياستي وده الفانوس. طبعا بيبقى فيه برضو استيكرات كده بتتعلق ورا ورا الباب بتاع عم شكشك. طبعا معانا كايرا بتغششني بقى الشخصيات عشان انا مش كل الحاجات انا عارفاها، فهي بتغششني بصوت منغمش كده بس صوتها طالع، بس يا عسل. وطبعا ايه، كل سنة وانتم طيبين، ويا رب رمضان خير وسعادة علينا وعليكم يا رب، وربنا يحلي ايامكم. اتمنى ان انا اكون شاركتكم حاجات رمضان والزينة، وتكونوا استمتعتوا معايا، واستنوني بقى الفيديو الجديد بقى على خير. كل سنة وانتم طيبين. يلا بينا بقى الفيديو التاني.